قبل ما تبدا هتلاقي في الديسكربشن شرح كل المصطلحات اللي مهم تكون عارفها عشان الليسن ده يبقى سهل عليك. ويلا بينا نبدا. اتكلمنا في الليسن اللي فات عن الاليجيبيليتي تشيك، والسيستم خلاص اتاكد ان كل جزء من اجزاء الكامبين مفيش حاجه فيه تمنع من انه يظهر لليوزر او يظهر على السيرش تيرم ده. وبعدين دخلنا بعدها في التريجرنج كيورد، وبعدها دخلنا في الماتشنج تايبس. كل دي المراحل اللي هيبدا من بعدها المزاج. وجينا دلوقتي لمرحله الرانكينج بروسيس. خلينا نتكلم كده في الموضوع بشكل عام، وبعد كده ندخل في التعريفات وندخل شويه بشكل اعمق. اول حاجه بيبدا السيستم انه يدي سكور لكل ادفرتايزر من اللي داخلين المزاج، وعلى اساسه بيحدد مين ادفرتايزر اقوى يعني اعلى في السكور هيظهر قبل ادفرتايزر اضعف يعني اقل في السكور. وبعدها بيحدد اصلا مين ليه احقيه بالظهور ومين لا. بس سيبك من الجزء ده، هنتكلم فيه في الليسن اللي جاي. خلينا دلوقتي في جزء السكور. والسكور ده المصطلح الرسمي ليه هو الاد رانك. والاد رانك ده عشان يتحسب بيقوم السيستم بعمليه حسابيه دقيقه جدا ومعقده وغير معلن عنها، معلن بس عن الجزء الرئيسي منها، وده اللي احنا هنجتهد جدا في شرحه في الجزء ده والاجزاء اللي جايه. معادله الاد رانك ببساطه هي الاد رانك بيساوي بيد في كواليتي سكور في اكستنشن امباكت. اول متغير في المعادله هو البيد، وده احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل في الليسنز اللي فاتت، سواء البيدنج اوبتمايزيشن او البيدنج استراتيجي. تاني متغير في المعادله هو الكواليتي سكور، وده معناه المعيار اللي السيستم بيستعمله عشان يقيم ويرتب الادفرتايزرز. ثالث متغير في المعادله هو الاكستنشن امباكت، وده معناه التاثير اللي هيحصل على الكواليتي سكور بسبب ظهور واحد من ضمن الاكستنشنز بتاعتك على اد معين على كيورد من اللي انت محدده. اللي فات ده كان تعريف بسيط لكل متغير في المعادله. دلوقتي هنبدا بشرح كل متغير منهم بتفاصيل اكتر. اول جزء وهو جزء البيدنج. في الحاله دي زي ما اتكلمنا بيبدا السيستم مرحله البيد يونيفيكيشن، يعني توحيد مقامات خامات البيدنج عشان يتاكد ان كل ادفرتايزر من اللي داخلين المزاد ليهم نفس خامه البيدنج. يعني بيتحاسبوا كلهم زي ما اتكلمنا كده في اول ليسن بالكليك. فمثلا لو انت عملت كامبين وقررت تبيد بالسي بي اي وقلت هدفع على الكونفرجن الواحد 100 جنيه، وجي ادفرتايزر تاني قال انا هبيد بالرؤاز وهدفع 20%، يعني لو رجعت لي كونفرجن فاليو قيمتها مثلا 1000 جنيه انا موافق ادفع لحد 200 جنيه. هنا السيستم مش هيعرف يتعامل غير لو عمل عمليه توحيد مقامات للبيدنج، يعني خلى الاثنين ادفرتايزرز دول هيدفعوا بالكليك. يعني ايه؟ في الحاله الاولانيه اللي انت قلت انا هدفع بالسي بي اي وهدفع على الكونفرجن الواحد 100 جنيه، بيبدا السيستم يحسب عشان الكونفرجن الواحد ده يحصل محتاج كام كليك. فسي مثلا قال ان عشان الكونفرجن ده يتحقق انت محتاج 100 كليك، هيحسبها ان كده هتدفع على الكليك الواحده جنيه، وهكذا كل الادفرتايزرز بتتوحد المقامات لحد ما تنزل للكليك. تاني متغير في المعادله هو الكواليتي سكور. خلينا الاول نبدا كده بشرحه بطريقه مبسطه. عشان جوجل يتاكد ان الاد الاحسن هو اللي هيبقى ليه فرصه اكبر في الظهور، محتاج يعمل معيار يقيس بيه كلمه احسن. وعمل معيار متكون من 3 عوامل. 3 عوامل دول لما بيتم جمعهم على بعض بطريقه معينه بيدينا سكور من 1 ل 10. طبعا 1 ده هو اقل سكور و10 ده هو اعلى سكور. كل عامل من ال3 عوامل الموجودين في التشارت هو عامل في حد ذاته بتاخد فيه درجه، والدرجات دي بتتجمع على بعض عشان توصل للسكور النهائي اللي قلنا عليه من 1 ل 10. يعني مثلا في الاد ريليفنس انت بتجيب درجه، وفي الاكسبكتد سي تي ار وفي اللاندنج بيج الدرجات دي لما بتتجمع على بعض بيطلع لك الناتج النهائي اللي هو من 1 ل 10. بس خلي بالك زي ما ظاهر كده قدامك تقل العوامل دي مش ثابت. الاكسبكتد سي تي ار واللاندنج بيج اكسبيرينس تقلهم اكتر من الاد ريليفنس، بمعنى ان الاكسبكتد سي تي ار واللاندنج بيج اكسبيرينس الدرجه ببتاعتهم او الجزء اللي واخدينه من السكور بتاع ال10 ده اكبر من اللي واخده الاد ريليفنس. فمثلا الاكسبكتد سي تي ار 3.75% واللاندنج بيج اكسبيرينس 3.75% والاد ريليفنس 2.5، مجموعهم على بعض هو ال10 السكور بتاعنا في الكواليتي سكور. وتعالى بتفصيل اكتر نعرف كل عامل من ال3 عوامل دول. اول حاجه الاكسبكتد سي تي ار، وهو معيار بيحدد توقع السيستم للسي تي ار اللي هتحققه كامبين معينه على كيورد معينه جواها، وده بيتم تحديده عن طريق هيستوريكال سي تي ار واشياء عبثيه اخرى. بشكل اسهل هو السي تي ار اللي الاد سيستم بيتوقع انه هيحصل لما الكامبين بتاعتك تظهر على كيورد معينه انت محددها. تاني معيار وهو اللاندنج بيج اكسبيرينس، وده معيار بيقيس اللاندنج بيج بتقدم تجربه مثاليه لليوزر بدرجه قد ايه، يعني الاكسبيرينس اللي اليوزر بتاعك هيمر بيها اول ما يكليك على الاد. ثالث معيار وهو الاد ريليفنس، وده بيقيس درجه قوه العلاقه ما بين الاد كونتنت والكيورد اللي محطوطه معاه في نفس الاد جروب. الطريقه اللي بيتقاس بيها درجتك في ال3 معايير دي، او الطريقه اللي بتظهر بيها درجتك في المعايير دي على الاد سيستم هي بيلو افريج، افريج، above average. ما تقلقش لو حسيت ان الموضوع صعب ومعقد، هو بس عشان نظري، لكن بالاكتيفيتيز اللي هتتدرب عليها في الادفانسد انتراكتيف كورس هتتمكن من الجزء ده، وكمان هتبقى عارف ازاي تاوبتمايز كل متغير منهم. نرجع تاني للمعادله بتاعتنا. الاد رانك بيساوي بيد في كواليتي سكور في اكستنشن امباكت. اتكلمنا عن البيد والكواليتي سكور، وفي الليسن الجاي هنتكلم بالتفصيل عن الاكستنشن امباكت.